بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو ما نطول عليكم. كيف ندعم بعض، يعني كيف ندعم قنواتنا. مثلا أنا أدعمك وأنت تدعمني، وبصورة شرعية وبطريقة شرعية. احنا دخلنا على هذا واخذنا المعلومات الكافية منه إنشاء قناة. هذا يعني كل المواضيع اللي أنت تريد تختارها، مثلا تتعلم منه أو تشوف منه. احنا حاليا نشرح لكم يعني هذه كم سطر بطريقة مفصلة وعمليا كمان، يعني أعمل عملية قدام لكم في قناتي. أول شيء، عندما تتم الإشارة إلى مشتري المحتوى الآخر في عنوان الفيديو أو وصفه سيتم إدراج اسمه مع رابط. هذا يعني بأنه تتلقى إشعار البريد الإلكتروني. هذا طريقة إذا تدعم أي شخص منهم، يعني حتى ما يكون فيها مخالفات. ما علينا من هذا. كمان إشارة إلى منشئ المحتوى الآخر، يعني كيف تضع رابط قناة شخص آخر. حاليا نشرح هذه. عندك كتابة عنوان الفيديو أو وصفها، مثلا تنزل الفيديو على قناتك لازم تكتب الوصف، والوصف هذا لازم ما يكون أكثر من 100 حرف، ماشي؟ ولكن إذا ما وصل على 100 حرف تقدر تخلي علامة الآت واسم قناة هذا الشخص، ماشي؟ ثم اختار هذه القناة على سبيل المثال. هذا عم أعطيك على سبيل المثال. تعلم تاريخ العلامة، يعني تخلي هيك الرابط مثلا. أنا أعمل لكم عملية، ماشي؟ مثلا، وهذا يمكن إشارة التحت. هذا أهم شيء، هو هذا يمكن الإشارة إلى عدد الذين تريد من المستخدمين. الشروط أن لا تتجاوز أسمائهم عدد الأحرف المسموحة. العدد الأحرف المسموحة يعني بالوصف لازم 100 حرف، يعني لا يكون أكثر من 100 حرف به. ويمكن الإشارة إلى محتوى الذي حصد أكثر من 1000 مشترك فقط. حاليا نعمل عملية هذه التطبيق. ندخل على قناتي، ماشي؟ هذا أدخل على قناتي من هون، اختار الفيديوهات. مثلا انا اريد ادعم احد قنوات، هل يظهر لي هذه الطريقة الشرعية بدعم قناة اخر ام لا؟ ادخل على هذا اشارة القلم هون على التعديل الوصف، ماشي؟ دخلنا على هذا المكان. خلينا نشيل هذا حتى يكون عندنا، يعني هذا شايفين 100 حرف لازم يكون. نشيل هذا منه. اذا نعمل حرف آت واسم أحد قنوات، مثلا نكتب بهذا الطريقة. ما أعطانا ولا قناة هون. ليش؟ شو السبب ما أعطانا القنوات هون؟ هلا لازم تنزل لنا قنوات كلها. أنا أختار أي قناة بأنه أدعمها. بأنه السبب هو أنا أقول لكم السبب حاليا، بس لحظة نرجع. السبب، بس نرجع على لوحة البيانات. ليش ما وافق على بأنه أدعم قناة آخر بس بصورة شرعية؟ لأن هون ما عندي 1000 مشترك. ما عندي 1000 مشترك، عندي 972 مشترك، ماشي؟ ندخل على قناتي الآخر. هذا عمليا أعمل لكم. قناتي الآخر عندي ما يقارب 5000 مشترك مثلا، ماشي؟ حتى يكون عندك علم بأنه إذا أنت تدعم أحد القنوات بالصورة الشرعية، لا تعمل له بأنه تأخذ كل رابط هذا ورابط هذا الفيديو ورابط هذا الفيديو وتنزله على وصف القناة، وهذا يسكر قناتك بالأخير وما يدفع على قناتك أبد. ندخل على فيديوهات، نفس الشيء. نضغط على فيديوهات. هذا تعمل له بصورة الشرعية يعني. نفس الشيء، مثلا أنا أريد هذا التعديل القلم. دخلنا على صندوق الوصف مرة ثانية. هذا صندوق الوصف. إذا نعمل هيك عندي 100 حرف هون أنا مكملهم، ماشي؟
بس بهذا الطريقة فقط أريد أجرب بأنه كيف أقدر أدعم. نشيل شوية منه. كونا هذا القناة فيها أكثر من 1000 مشترك، هل يوافق هذا القناة بأنه أدعم قنوات آخر؟ خلي أكتب كلمة أت. شايف الأت؟ حاليا أكتب نفس الشيء. شوف أعطاني قنوات. شايف؟ أعطاني قنوات اللي أنا أريد مثلا، أو أكمل الاسم هذا الشخص هذا القناة هون، وأضغط على كلمة حفظ. ماشي؟ مثلا وليد. شايف؟ وليد ثبت هون على شكل رصاصي، الشكل طلع. ماشي؟ إذا أكتب حفظ هون مثلا، أعمل حفظ. خلينا نشوف حتى يكون عملية مضبوطة. ماشي؟ وندخل على القناة. هذا خلينا مثلا أنا أدعم وليد حتى يكون الصورة واضحة. تقدر نفس الأد تخليها بالوصف، يعني كمان بالوصف تقدر تخلي نفس الطريقة. ماشي؟ خلينا ندخل على الفيديو اللي احنا خلينا الرابط القناة اللي احنا نريد ندعمها. ماشي؟ هذا أول فيديو كان. نفتح لنا الفيديو. شايف؟ وليد. شايف؟ وليد. لأنه إذا أضغط عليها ضغطة واحدة دخلت على قناة وليد. هذا وليد أنا ما مشترك، ولكن كتبت أعطاني كل الأمهات. يعني إذا لازم تكمل اسم القناة اللي أنت تريد تدعمها. ماشي؟ خلي نرجع كمان. ندخل على الاستوديو كمان مرة ثانية حتى نكمل العملية قدامكم بالصورة صحيحة، وحتى ما يكون عندك مخالفات بدعم قنوات أخرى. يعني كل شخص يعني يريد. فتح لنا نفس الفيديو نفس الشيء. إذا أنا مثلا أريد أدعمها هون، مثلا أريد أدعمها هون كمان نفس الشيء، أكتب كلمة أد وأكتب فلان. أعطاني نفس الشيء. ليش؟ لأن هذا القناة فيها أكثر من 1000 مشترك. شايف؟ مثلا أقدر كمان أخلي أو أخلي كذا اسم، ولكن لازم ما يكون الأسامي أكثر من 100 حرف. ماشي؟ خلينا نبعد هذا بس طريقة، يعني حتى تعرفوا بأنه طريقة الدعم قنوات بصورة شرعية. واللي ما أول ثاني أعمل حفظ. ماشي. نرجع على قناتنا الأولى. لا نرجع على هون. القناتنا الأولى كان عندي 972 ما وافق بأنه أدعم أي قناة، ولكن قناة الثاني ماشي، قناة الثاني وافق لأن فيها أكثر من 1000 مشترك. ماشي؟ ولكن هذا هون لازم نفتهم عدد الأحرف المسموح به. يمكن الإشارة إلى منشئ المحتوى الذي حصدوا أكثر من 1000 مشترك فقط أو أكثر. يعني يقصد لازم هذا القناة اللي أنت تدعمها كمان يكون عنده 1000 مشترك. إذا ما يكون عنده 1000 مشترك بأنه أنت خالفت قوانين يوتيوب، ويمكن يعطيك إنذار أو يمكن يسكر الحساب قناتك، أو يسكر يغلق تحقيق الربح عندك، أو يعمل لك مشاكل. ماشي؟ يعني حاول دائما إذا تعملها هذه الدعم قنوات البعض بهذه الصورة بكلمة الأت واسم القناة في الوصف، ولازم هذا القناة يكون عند 1000 مشترك، واللي انت تدعمها كمان يكون عنده 1000 مشترك. يعني قناة اللي تدعمها 1000 وانت 1000 وفوق. ما يكون إذا عنده 999 ما يوافق، ويكون بأنه أنت عملت الطريقة مخالفة بأنه إذا ولكن إذا تسحب رابط مثلا رابط الفيديو وتخليه بالوصف ورابط كذا فيديو، هذا يضر بقناتك وقناة غيرك كمان. يعني هذا فيها كثير من المشاكل. النقطة الأولى هذا الدعم غير شرعي. أنا والله أعرف شخص عنده 37 أو 35 أستغفر الله 37 ألف مشترك،
والله دعم قنوات، دعم قنوات، دعم قنوات، قنوات الصغيرة والكبيرة، وهذا بالأخير سكروا قناته. والله شفته بعيني كان يبكي. والله يعني حتى إذا تريدون أعطيكم اسمه الرابط هذا القناة، يعني كان اسمه أحد الزميلات يعني. أقسم بالله إنسان محترم من كثرة هذه المخالفات. يعني أعمل الدعم ولكن بهذه الصورة. خلي هذا الشخص عنده 1000 مشترك يدعمك، أنت كمان ادعمه، ما في مشكلة، ولكن بطريقة واسم قناتك. ما ياخذ رابط الفيديو احد فيديوهاتك وينزله، احد فيديوهاتك، لا، لازم ياخذ الرابط القناة. هذا هي الصيغة الحقيقية والصيغة المضبوطة اذا انت تريد تعمله بالدعم القنوات. ماشي؟ يعني بانه اذا تريد مثلا القنوات الصغيرة ينزلون روابطهم بالانستغرام بالفيسبوك، يطلبون من بعض مشاهدات اشتراكات من طريق فيسبوك وانستغرام، ايمو، اي طريقه اخر يستعملوها بالمشاهدات وهذا. ولكن اليوتيوب اذا تريد منك بانه تدعموا بعض، مو من اجل 1000 مشترك، لان في بعض الاشخاص عنده نشاط كبير خلال شهر، شهر ونصف، شهرين يحصل على 1000 مشترك. انت كمان اجتهد، ادخل على هذا وادخل على هذا، اطلب من هذا واطلب، والله يمكن بالصيغه لا تقول لا تكتب تبادل اشتراكات، اشتركت وتشترك عندي كذا كلمات، لا، انضم لقناتك وانضم لقناتي، كلمات مسموحه فيها، ولكن الطريقه كل يوم اشترك لك على كم قناه وشوي نشط حالك. اليوتيوب مو قصده بانه دعم القنوات مشان 1000 المشترك، ال1000 مشترك نقدر عليها، ولكن المصيبة في 4000 ساعة المشاهدة. ال 4000 ساعة كيف نخلصها؟ بدها عن طريق هذا الدعم. يوتيوب بدها هذا احد مساعداته عن طريق هذا تدعم قنوات بعض، تعمل نفسكم لقنوات اللي مثلا انا ادعم فلان قناة. اذا يعني مشتركين عندي لازم يدخلون على قناته ويعملون اشتراكات، واقل شيء لاحد فيديوهاته مشاهدة كاملة. هذا الشخص بانه استفاد وانت كمان استفاد. ماشي؟ القصة 1000 مشترك مو قصة مهمة، قصة 4000 ساعة هو المهم. وإن شاء الله هذا الفيديو اليوم طريقة الدعم لقنوات الصغيرة والكبيرة بصورة حقيقية وشرعية. إن شاء الله أشوفكم في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.